السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي يوميات سودانية في أمريكا. وصباح الخير وين ما كنتم، مساء الخير أينما كنتم. الليلة حابة أشارك معاكم بسكويت اليانسون، ودي المقادير. أستخدم الزيت، الدقيق، السكر، الملح والفانيليا والبيض. أنا هعمل مقدارين، كل مقدار بياخد ثلاثة بيض، معلقة كوباية كبيرة من الزيت، كوباية من السكر، كوبايتين من الدقيق، ومعلقتين من اليانسون، ومعلقة فانيليا، ومعلقة باكنج بودر، ورشة ملح عفوا. أنا في البداية دفيت الزيت وحكوب عليه اليانسون عشان اليانسون يطلع كل النكهات الجميلة الحلوة فيه. هحطه وهخليه على جنب. أنا استخدمت 4 معالق، لأنه كل مقدار بياخد معلقتين من اليانسون. أنا اليانسون ده اشتريته من محلات الشوبرايت، للناس اللي قاعدين في أمريكا أو كندا. متوفر في محلات الشوبرايت في قسم البهارات أو المنتجات، التوابل عفوا، بتلقوه. أنا هديلك كبيت إنه اليانسون في الزيت الدافي، لأنه دفيت الزيت. حابة معاكم المقادير. هنا استخدمت كوباية ونص من السكر، ما حابة إنه اليانسون يكون سكره كتير. هستخدم 6 بيضات، كل مقدار بياخد 3 بيضات. أنا استخدمت 6 بيضات لأنه عاوزة أعمل مقدارين، يعني كمية حتكون كتيرة. أنا هنا وريتكم قلت لكم إنه هستخدم 6 بيضات، إنه كل مقدار بياخد 3 بيض، 3 بيضات يعني عفوا. أخد كل البيض عليه السكر، وهضيف عليه الفانيليا عفوا، وهضربهم ضربة تمام. انت ممكن تستخدم المضرب او ممكن تستخدم مضرب سلك اليد العادي. انا استخدمت المضرب اليدوي بتاع الكهرباء. هكوب كل المكونات دي واضربهم مع بعض. هكوب عليه الفانيليا، انا بستخدم الفانيليا السايلة دي، هاخد عليها معلقتين ونص، لانه اي مقدار بياخد معلقة بتاعة فانيليا، وانا زدت عليه النص من عندي عشان اشيل الزفارة حقة البيض عفوا، لانه عشان الاطفال ما بيحبوا الزفارة حقة البيض بيكون في البسكويت. هضرب كل المكونات جيد جدا ولحد السكر ما يذوب، عشان ما يكون فيه خشونة، يعني السكر في العجين او في العجنة يكون فيها خشونة شوية. هضرب كل المكونات دي تمام بالمضرب لحد ما تتجانس معي والسكر كله يذوب، وتبقى يعني زي نظام الكيكة العادية، انه البيض يبقى لونه فاتح او ابيض فاتح يعني. هضرب كل المكونات دي مع بعض، وحاجة اضيف عليه الزيت اللي انا دفيته جبالك وكبيت معاه اليانسون. هضربهم كلهم مع بعض. هكوب كل الزيت وكل اليانسون الفضل، وهضربهم مع بعض. وان شاء الله تطبقوا الوصفات بتاعتي دي، وان شاء الله تعجبكم. ما تنسوني في الكومنتات واللايك والشير والفولو عشان يوصلكم كل جديد واكون انا مشجعة. هنا اضفت الدقيق، انا كان عندي كوبايتين دقيق، وتاني هضيف عليهم كوبايتين دقيق عشان انا هعمل مقدارين. هكوب معلقتين باكنج بودر، كل مقدار اذكركم كل مقدار بياخد معلقة باكنج بودر. انا هاخد معلقتين لانه انا عاملة مقدارين عشان الكمية دايرة تكون كتيرة. هضيف وعفوا برضو انا نسيت ما صورتها، هضيف عليها ذرة الملح. وكنت برضو عاملة مقدارين يعني عايرت بالكوباية المعيارية كوبايتين زيت برضو للتسكير، عشان انا نسيت في البداية ما صورتهم، اعذروني. هضرب كل المكونات دي. لما حسيت انه المضرب ما بيقدر يضرب، فاضطريت فصلتها وضربتها بيدي. وهنا بيجت كل الخليط كله بيجي متجانس. القوام اتقل من الكيكة، لا خفيف، ما يعني عفوا، ما خفيف شديد، اللي هو قوام اتقل من الكيكة. هجيب صينية همسحها كلها بالزيت، همسح كل حوافها بالزيت. الصينية كبيرة تقريبا، هي 35 أو 40، هي كبيرة خالص. التصوير شوية ظالمة. همسحها كويس كل الأطراف، وهاجي أكب عليها الخليط بتاعي. هكب كل الخليط بتاعي. والله طلع كان حلو شديد وجميل، وانا اول مره اطبق الوصفه دي، لكن حلو شديد يعني. اتمنى ان انتوا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وتكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله. هكوب كل المكونات دي وافردها في الصينيه، واحاول اطبطب عليها او اواسي الحواف بتاعها، واواسيها هي ذاتها، يعني ما تكون فيها فراغات في النص.
هطبطب عليها هطبطب عليها. هي ما طبطبة، هي ضرب عديل، يعني انا بضربها. انتوا بتشوفوا الصورة هنا بتجيكم كأنه طبطبة، لكن هي ما طبطبة، انا بضربها عديل عشان تطلع الفراغ ما بين الصينية والعجين، يكون ما في فراغ، يعني العجين كله يكون متواشع بطريقة حلوة وجميلة. هطبطب كويس كل العجين ده، وبعد ذاك هجيب الشوكة، هقوم اعمل اخرام بالشوكة عشان اطلع الهواء او الفراغ. لما تستوي ما تتنفش تبقى زي الكيكة يعني، او تبقى ملبكة او فيها عفوا، او يعني تبقى زي الكيكة منفوخة يعني. فبحاول اطلع منها كل ما اخرمها بيطلع الفراغ، بعدين حيطلع مقرمش. لما يستوي حتطلع مقرمشة، يعني ما حتطلع علينا او ملبكة. هعمل كل الكلام ده. بعد ذاك هنا طلعت من الفرن، وانا ما خليتها يعني تبرد شوية عفوا. فاضطريت انه اقطعها عشان ادخلها تاني الفرن عشان يتحمر. قطعتها كده، وحقوم يعني اقلبها وادخلها الفرن تاني تتحمر وتطلع معاي بالصورة دي. هنا بعد ما طلعت وبردت عملت لي كوباية شاي بلبن ظابطة كده. هديت بيها نفسي من التعب اللي انا تعبت طوال اليوم، وجبت اليانسون، وده شكل اليانسون بتاعي، وان شاء الله يعجبكم. وما تنسوني من الشير والكومنتات واللايك والفولو عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنسونا من دعواتكم لكل البلدان العربية، ربنا يسهل أمرهم ويفرج همهم يا رب العالمين. إذا حبيتوا الوصفات، إذا حبيتوا إنه أعمل لكم وصفات تانية وروني في الكومنتات. واستودعكم وأقول لكم مع السلامة.